هو احنا ازاي نتأكد ان عباداتنا دي 100% لله وخالية من النفاق؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ان اول ناس هتدخل النار والعياذ بالله واحد حافظ للقرآن ومجاهد في سبيل الله ورجل منفق. والسبب ان الناس دي اعمالها ما كانتش خالصة لوجه الله، وغرضهم للاسف كان عشان الناس تقول عليهم كده، فدخل في قلوبهم الكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الذرة دي حاجة ما بتتشافش، يعني ممكن تدخل قلبك وانت اصلا مش حاسس. طب وايه الحل؟ الحل فينا احنا، اننا دايما نراجع نفسنا ونراجع نيتنا وندعي بالاخلاص في كل عمل خير بنعمله، لان للاسف اللحظة اللي انت هتطمن فيها وتقول لنفسك انا اكيد ربنا تقبل مني، جايز قوي تكون هي دي اللحظة اللي هتدخل في قلبك الذرة اللي تمنعك من دخولك الجنة. ربنا عز وجل بيقول في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. راجع نفسك وحاسب نفسك دايما في الدنيا عشان ما تندمش في يوم ما ينفعش.